زي النهارده ميلاد أحد عمالقة المسرح العربي يوسف بيك وهبة. تعالوا نتفرج على سيرته الذاتية مع بعض. يوم 17 يوليو سنة 1898 اتولد عميد المسرح العربي العملاق يوسف بيك وهبي. اتولد في مدينة الفيوم على بحيرة يوسف، ومن هنا جاء اسمه تيمنا بمكان ولادته وهي على بحيرة يوسف. والده يعمل مفتش للري في الفيوم وهو عبد الله باشا وهبي، ووالدته سرية، وأسرته وعائلته ما زالت موجودة حتى الآن في مدينة الفيوم. والده كان يمتلك العديد من الأفدنة والأراضي الزراعية، كما أنشأ مسجد معروف باسم مسجد عبد الله بيك المطل على كوبري أرمرزدبان في مدينة الفيوم، الذي كان يعتبر أكبر مساجد الفيوم حتى وقت قريب. حصل على العديد من الرتب، منها منحوا الملك فاروق رتبة البكالوريا ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 60، جائزة الدولة التقديرية عام 70، انتخب نقيبا للممثلين عام 53، عمل مستشار فني لمسرح بوزارة الإرشاد ألا وهي وزارة الإعلام حاليا، حاز على جائزة الدولة التقديرية ودكتوراه فخرية عام 75 من الرئيس محمد أنور السادات، وتوفي يوم 17 أكتوبر عام 82.